عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم ما تشوفوا في الفيديو، مرحبا بكم الناس الكل على قناة تونسيان اون بلجيك. كيف العادة ولا لا يقطع لنا عادة، رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا بعضنا سليطة شتوية سهلة واقتصادية وتعمل 66 كيف. يلا بينا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اللي باش نعملوا بها السلطة. بالنسبة للسليطة متاعنا اليوم باش نستحقوا بطاطا سفناريا وجلبانة. باش نستحقوا عظم للتزيين. للتفويح باش نستحقوا ملح، فلفل أكحل وزيت زيتونة، وعصرة قارص والا شوية خل. وبالنسبة للسلطة هذه راهي سلطة مفورة، سلطة بنينة برشا وصحية وفي نفس الوقت زاد اقتصادية. لهنا خذيت الكسكاس وباش نحط فيه السفناريا. بالنسبة للسفناريا كما ريتو قصيتها طروف صغار دي كيوب هكا صغار. وباش نضيف جلبانة. بالنسبة للجلبانة راهي عندي كونجيلي، تنجمو زادا تعوضوها بجلبانة حكوك بالطبيعة. جلبانة حكوك راهي طايبة ما نفوروهاش. نضيفوها بعد ما تفوروا الخضرة متاعكم. باش نضيف البطاطا. بالنسبة للبطاطا زادة كيما تشوفوا قصيتها دي كيوب صغار. بالنسبة للخضرة تعملوا المتوفر عندكم في الدار والخضرة اللي تحبوها. قصان الخضرة متاعكم زادة يبقى ديما اختياري، كل واحد كيف يتفنن فيها ويقصها. انا كيما ريتو قصيتها دي كيوب صغار، يعني قصيتها عشوائي. حطيتها على الغاز وغطيتها وباش نخليها تطيب على راحتها. بطبيعتها ما تاخذش برشا وقت وتحضر. حطيت زادة نص في العظم. بعد ما تأكدت الخضرة طابت، هي أصلا الخضرة متاعنا لهنا راهي ما فيهاش روح، يعني في سما طيب وما تاخذش برشا وقت. فرغتها في صحفة تكون واسعة شوية وخليتها تبرد وتوا باش نفوحها. بالنسبة للتفويح يبقى كل واحد وطريقته في التفويح، وكل واحد وكيفاش يحب يفوحها. بشنو يفوحها وكل واحد كيفاش يزينها. انا لهنا باش نفوح بالملح، فلفل اكحل، زيت زيتونه وعصره قارص. تنجموا راهو تضيفوا زاده في بلاصه القارص تعوضوه بالخل. كيما تنجموا زاده تضيفوا النعناع الشايح. يبقى ديما كل واحد والطريقه متاعه في التفويح. ولهنا باش نشخشخها مليح بالزيت زيتونه، وزيت زيتونه راهو يعطيها بنه مش نورمال. وباش نضيف شويه معدنوس، انا الحق رشة المعدنوس هذيك راني ما نستغريش عليها. وباش نحرك المكونات الكل مع بعضهم بطريقه اللي تشوفوا فيها. بالنسبه للسلطه هذه راهي سلطه بنينه برشا، سلطه شتويه نعملوا فيها الخضره اللي نحبوا عليها وفي ساعه تحضر. تصلح زاده للرجيم، نجموا نقدموها مع برشا حاجات.
سلطتنا حضرت سلطة مفورة، سلطة بنينة برشا، سلطة صحية وفي نفس الوقت اقتصادية. زينتها زينة بسيطة على الآخر كما تشوفوا فيها. تنجموا تتفنوا فيها كما تحبوا وزينوها كما تحبوا وتقدموها مع شنو تحبوا. كيما زاد تنجموا تفوحوها باللي تحبوا، حاجة بنينة على الآخر بالحق، جربوها وما تندموش. سلطة شتوية وبنينة على الآخر. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، إن شاء الله ونكون ما طولتش عليكم. تابعوني على انستغرام تاعي تونيزيان ام بلجيك، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في وصفة جديدة. بسلامة.